تعالى اقولك بقى ازاي تظبطي الفرن بتاعك وتظبطي درجة الحرارة وازاي القرص تطلع معاكي طرية ومش ناشفة. اللهم صل على النبي. العجينة خمرت معانا وبقت زي الفل زي ما انتوا شايفين كده اهو. ولعين الفرن على ما يسخن شوية، وبعد ما يسخن هنحط الصاج، وهوريكم درجة الحرارة وهقول لكم على شوية معلومات كده تستفيدوا منها. لازم العجينه بتاعتنا تخمر قبل ما ندخلها الفرن، معلومه مهمه جدا. وما ينفعش نحط بيكنج باودر مع الخميره في الصيف، بالذات في الصيف. لو في الشتاء هقول لك حط براحتك عادي خالص. تعالوا بقى نروح على الفرن كده. بسم الله. بعد ما حطيت الصاج بقى بالشكل ده وظبطت الحراره، شايفين الولعه، الجناب والقاع. بس لو انتوا حاطين في الصاج المجلفن اللي زي ده، يبقى النار تكون هاديه جدا جدا على قد ما تقدروا. ليه؟ بتبقى الصاج المجلفن الحراره بتاعته بتوصل له بسرعه وبيبقى رقيق جدا علشان ما يحرقش القاع معاكم. والجناب بتكون اقل من ولعه الفطير بشويه زي ما انتوا شايفين كده. واحط واقفل عليها الفرن، ومن وقت للتاني بداير الصاج على الاربع تربع اللي هو الاربع جناب بتاع الصاج، واقفل عليها الفرن كده، ومن وقت للتاني ببص عليه. صلوا على رسول الله وما تنسوش تدعموا الفيديو. تعالوا بقى نداير عليه تاني كده ونبص عليه اهو. بنبدأ نداير الصاج بالشكل ده كده. القعر حامي لازم نهدى عليه. لو حسينا ان هو حامي لازم نهدى عليه. بنعرف ازاي ان هو حامي يا شيماء؟ بنبص في الارضيه بتاعت الصاج، بنبص في ارضيه الصاج في النص بنلاقيها احمرت كده من تحت، نبدا نهدي عليها الفرن اهو. اهو زي ما انتوا شايفين كده. واقفل عليها الفرن تاني واقلب على الاربع جناب، وهتشوفوا بقى اللون بتاعه موحد وزي الفل. ولازم نقفل كده الفرن علشان تطلع معانا القرص طريه وحلوه ومش ناشفه. حبيب ماما حبيب ماما حبيب ماما حبيب ماما حبيب ماما حبيبي. قول لهم ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا. وحشتونا. حطوا اللايك. حطوا لايك. عشان ايه؟ عشان ماما بتحبكم. بتحبكم. حطوا اللايك. حطوا لايك. قول لهم صلوا على رسول الله. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. الله أكبر. ماما عشان ماما بتحبكم قوي. عشان ماما بتحبك قوي. اختي جميله قوي قوي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بصوا يا اولاد، اللون بتاعه موحد وكله سوا واحد. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ بصوا الطراوه بقى طريه اهي، طالعه من الفرن طريه لوحدها. ولسه لما تقعد كمان هوريها لكم دلوقتي، لما تهدى كمان 10 دقايق كده ولا حاجه هوريها لكم هي طريه زي الملبن. ما خدتش معانا 10 دقايق في قلب الفرن. ودرجه الحراره زي ما وريتكم اهي زي ما هي. لو حسيتوا ان هي هديت شويه علوا حاجه بسيطه. تمام. هسيبه بقى لحد ما يهدى معايا خالص، وبعد كده هوريكم القرص وهي عامله زي الملبن معانا كده. بسم الله ما شاء الله. وعايزه اقول لكم ان هي لسه سخنه. بصوا بصوا الطراوه طريه جدا، ولسه لما تبرد بقى يا ولاد هتبقى عامله زي الملبن. تاكلي القرص بتاعتنا بقى تمر عليكي كده مع كوبايه لبن، انسي بقى بقيه اليوم كله. الله الله برضو. بصوا بصوا يا ولاد القرص عامله ازاي. بصوا وهي لسه سخنه، والله العظيم لسه سخنه. وعايزه اقول لكم طعمها والله العظيم ما حد ده القرص بتاعتي دي غير لما يسالني دايما عن المقادير بتاعتها. بصوا 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 الذوبان. بصوا لوحدها كده وطريه طراوه مفيش بعد كده. بصوا يا ولاد طريه جدا ودايبه وطعمها من الاخر. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، والله مقادير مظبوطه على الشعره. الله على جمال القرص. القرص الطريقه الفلاحي بتاعتنا ديت بنجيبها من الاخر.